الحقني يا صبحي، الحقني يا صبحي. في ايه يا ولية؟ في ايه؟ ابنك حسين عايز يغتصبني، ابنك حسين بيقطع في هدومه وعايز يغتصبني، الحقني يا صبحي مصيبة. الراجل كان بظروفها في البيت، ما طلعش لسه الشغل، طلع يجري لابنه فعلا بيتحرش بامه وعايز يجرد امه من ملابسها. هنا مسك ابنه خنقه وبعدين حصل. تابعوا الحكاية معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش وبنغطي أخطر الجرائم والقضايا والحوادث. بالبداية كده، فضلا وليس أمرا، بنطلب من السادة المشاهدين والمتابعين الكرماء إنكم تشتركوا في قناتنا، قناة الإعلامي أشرف فاروق على اليوتيوب، وتفعلوا الجرس علشان لما ننشر الفيديو على طول يجيلكم الإشعار. يهمنا طبعا متابعكم وإحنا سعداء بكم. أحداث هذه الحلقة بتدور أو جرت بمحافظة البحيرة، مركز إيتاي البارود، قرية كفر عسكر. راجل اسمه صبحي، وهو ومرته ومعاه أولاد، لكن الولد ده بالذات اسمه حسين، أدمن المخدرات من صغره. طبعا أبوه جربه كتير والكلام ده كله، والولد جايب لأبوه مشاكل في كل مكان، مش مخلي، هنا مشكلة وهنا مشكلة، وده يشكي منه وده يشكي منه، وأبوه يوهد فيه، خلاص هربت منه، دماغه هربت منه زي ما بيقولوا، دماغه لسعت. أبوه مش سادد على المشاكل اللي جاية من بره. لحد اليوم موعود دي جريمة نقراء، لما المخدرات تغير مخ الإنسان. الراجل إن كان في البيت لسه هيروح الشغل، اللي هو الحاج صبحي ده، والولد حسين ده ابنهم اللي هم سبب وجوده في الدنيا، مخلفينه يعمل فيهم كده والجرم الشنيع ده. لا إله إلا الله. دخل ورمه مطرح ما هي في الأوضة. بصت أمه لقيت الولد بيتحسد أجزاء حساسة من جسمها، وبدأ يجرد نفسه من ملابس وعايز يجرد أمه من ملابس، وألفاظ نائية جدا، نائية جدا. قالت له الحقني يا صبحي، الحقني يا صبحي. ده الست الزوجة. الحقني يا صبحي، ابنك حسن بيغتصب فيا. الراجل ما كانش متصور الأمر، طلع يجري طلع يجري، زح ابنه بعيد، امشي برا، وكان ضربه كفان ولا حاجة، وغوروه برا عن الأرض في الدرجة دي. هنا طبعا السادة المشاهدين، بدأ بقى الراجل يقول لمراته احنا هنعمل ايه دلوقتي في البلوة دي اللي اتحدفت علينا؟ طب مشاكل بره اللي احنا مقدرين عليها وبنسد الركن ده وبنسد الركن ده، والناس عارفة ان الولد ده مخه لسه على المخدرات. الناس يمكن ملتمسنا العذر شوية، لكن ترسي الدرجة يا ام العيال انه عايز يغتصب امه بعد ما احنا سبب تواجده على الدنيا، عايز يقل منك ويغتصبك؟ طب نعمل ايه نعمل ايه؟ قال انا عندي فكرة، احنا نموت الواد ده ونعلقه في حبل المشنقة ونقول ده هو اللي موت نفسه. بالفعل امه جت ماسكاه، وابوه جه خانقه، وفضل يخنقوا فيه لحد ما موته وفصل شحن الولد، خلاص قطع النفس. وجاوا معلقينه في حبل في الباب حول رقبته، وشبحوا الحبل لحد ما طلع فوق أكن هو شنق نفسه. طبعا طلعوا بره ودخلوا، ده الولد شنق نفسه، الحقونا يا جيران الحقونا يا جيران. الشرطة جت على طول، الطب الشرعي جه، والبحث الجنائي جه، والأدلة الجنائية جت، وظباط المباحث واقفين ووكيل النيابة. طبعا خدوا الحاجات اللي هم عايزين ياخدوها، والتحقيقات اشتغلت وكشف عليها الطب الشرعي، وبناء عليه طلع تصريح الدفن، والدفن عمنا حسين. طيب الله يرحمه ويسامحه. لكن المفاجأة بقى بعد ما اتدفن الواد وشبع الدفن، ان تقرير الطب الشرعي شابه شبهة جنائية. قال ده فيه شبهة جنائية، الولد ده مش هو اللي عادم نفسه بنفسه. امال ايه؟ الواد ده حد موته ومتخلص منه. راجعوا كاميرات المراقبة، مفيش اي حد لا دخل ولا طلع، ده الام والاب والولد. اتضح برضو من تحريات المباحث السرية ان الام والاب ما كانوش زعلانين عليه يوم الولد مات، لانه كان جايب لهم مشاكل بره كتير، لكن ما كانوش زعلانين برضو عليه قوي. بدأوا يحققوا مع الام الحاج صبحي ومرته، قالوا لا، وما رضوش يعترفوا اول في الاخر، لا في الاول ولا في الاخر رضوا يعترفوا خالص، ده اول ولا اخر.
طبعا بتضيق الخناق عليهم احترفوا. قال والله يا بشوات، انا دلوقتي الولد ده خطرني بره وجوه، وقال لي مني وجاب لي مشاكل، وده كله كنت ساكت عنه وبداويه وبعالج فيه، لكن لادها من كده لما يطير على امه عايز يغتصبها ويقل منها ويمارس معها البغاء والرذيلة والفحشاء والزنا، ما قدرتش استحمل دي. يبقى امه مسكته وانا خنقته وشنقناه، قلنا عشان محدش يجيب عنا خبر. اتحولوا للنيابة وهم قدرهم بقى السجن. اكتبوا لنا في التعليقات تتوقعوا الحكم بتاعهم قد ايه اللي ياخدوه، واكتبوا لنا اللي عمل الاب والام دي صح ولا مش صح. هنا ما دار في خلدي انه وصل الاجرام لحد كده، ان الابن يعمل كده في والدته اللي هي اساسا سبب في وجوده على الدنيا. لكن الاب برضه شابه عيب. العيب ان هو المفروض كان اول ما الولد ده يعي كده وادمن المخدرات، التضامن الاجتماعي عامل اعلانات وقوافل في كل مكان وبالمجان. اي حد وارقام ساخنة عنده ادمان مخدرات يجي هنا نعالجه، ورعاية فنادق 5 نجوم، ووزارة الصحة. كنت عالجته يا اخي، كنت عالجته. لكن ترسل درجة اديك موته انت وامه. طب وبعد ما موتوه ما هتتسجنوا، لان القانون ما فيهوش كده. ناس تقول لك لو بعد ما عمل في امه كده هيتسجنوا كمان. ايوه يتسجنوا، القانون ملوش، القانون قدامه اللي قتل يتعاقب، رغم ان هم اللي مخلفينه برضه هيتعاقبوا. كل عام وانتم بخير، دمتم في امان الله.